le rôle du Bureau d'information et de communication dans l'amélioration de l'image de l'entreprise publique K du CHU de Tizi Ouzou est le thème d'une thèse de Master 2 en communication d'entreprise qui a été soutenue avec succès mardi par notre consoeur Souhila Aïd Ahmed et son camarade Mohamed Foudil. Encadrés par Dr Shafiq Ikoufen, ils ont obtenu la mention très bien avec une note de 17 du jury au terme de cette soutenance de thèse qui s'est déroulée au département des sciences humaines et sociales de Tanda relevant de l'université Moulid Mamri de Tizi Ouzou. Cet événement scientifique de la filière des sciences de l'information et de la communication relevant de la division des sciences humaines a débuté par un mot de l'encadreur de cette thèse, Dr Ikoufen Shafiq. Celui-ci a loué la persévérance de ses étudiants malgré des difficultés multiples qu'ils avaient rencontrées tout au long de la préparation de la thèse. Ensuite, c'était au tour de Souhila Aïd Ahmed et Mohamed Foudil, les deux universitaires, de présenter les grands axes de leur thèse en terminant par un certain nombre de recommandations qu'ils souhaitaient voir adoptées par les entreprises. Les membres du jury, soit Madame Khalfi Nassera et Moussaoui Farouja, ont tour à tour et longuement rapporté leurs observations sur le travail présenté, n'hésitant pas à faire de nombreuses remarques pertinentes sur des aspects, y compris au plan de la forme, qui ont été négligés. La soutenance s'est déroulée devant un public attentif et attentionné, composé de membres des familles des deux universitaires et d'autres étudiants de la filière, ainsi que de journalistes. Nous vous proposons d'écouter les deux universitaires que nous avons interrogés sur leur travail. تزورا خرف لون يكونين كنت رفيق كينو فوضى محمد نخدم امتاز في دور مكتب الاعلام والاتصال تحسين صوره المؤسسه العموميه نخدم دراسه حاله في المستشفى نادر محمد اما تتورا لي زونتربريز بوبليك كل المؤسسات العموميه هي ثمغري يكون بعضنا وضع لي ريكومونداسيون اميك انا نسقعد ثمغري انفك ثمغري الهان اي البيرو دو كومونيكاسيون انت اذا تمريت المؤسسه بنت الواجهه اي فكن اذن الهان يطلسنا فالبريباراسيون نص ماشي دايما سهلين سورتو يسعنا ثواشور تيخدمان ماشي ديزلين فغادي كنصل الناس القبائل فاتت قالنيو مي الحمد لله ربي سبحانه يتعاون لا كتحملوا وما خاطر تفرا في التزوال قادينا هما خاطر سيتي لو فو دو ما مير يما لا فولو دو سون فيفون خما كيما لي سوبيريور ماجستير دكتوراه désolé mais j'ai pas pu exaucer son vœu c'est par la suite كملا دوسا مور ان شاء الله تسهدوا غير انت سياخذ معك لي نسعى بون اونكادور سكاس ربي سبحانه مزوارو والسين بلونكادور شفيق وكوفان يقوغان الفضل مقرحان يتوالينا ثلاثه بان دي سمانه يتوالينا الدق الصباح يتساوى كل دقيقه يتعاون يفدك وذنا متى كارا مالكاسا غفلان ميهلك نكالكا مي كملا نكمل هي نفاضل فيك 20 لي ريكومونداسيون نخدم دي كيستيونير نسلفت يخدم كي العينه لا سيبلنا نجمع لي كيستيونير نخدم زانترفيو نخدم واحد 7 نبغي نشوف دي ريزولطا اترافير لي ريزولطا نشوف 20 ريكومونداسيون اي ان شاء الله دي ريكومونداسيون ايلين ولكن البيرو دو كومونيكاسيون ديال لونتربريز اون بارتيكولي خاصه المؤسسات الصحيه خاطر المستشفى قطاع حساس مسخان تزمر بومدام الاق اسنفك ثمغري الهان يوكني ومسخ قرار الرعب الوحش الى الشعب خاطر تورا يمكن تورا فيك الكاع يوكني لي زونتربريز لي زيتابليسمون سانيتير ساعه ديال ثمغري دونك البيرو دو كومونيكاسيون هي وين ساعه البيرو دو كومونيكاسيون في سي اش يو ساعه 13 لي سي اش يو الى
هذا خمت تبعني ريكومونداسيون وكني هذا الطوران هذا فكنت هذا مغري الهان بلو كومونيكاسيون اما تنيض نساع 20 ريكومونداسيون ان شاء الله لي ريكومونداسيون كي نخدم تنخدم لا تراديكسيون الرزاب تنخدم اون فرونسي ايوا كنا ديريت دي زاسيز كومونيكاسيونيل ايكو لي سي اتش تيزوزو وتنمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحمد الله ونشكره كثيرا، الحمد لله الذي وفقنا في هذا العمل الذي يعد ثمره مجهود هي لسنوات ولكن لسنتي الماستر ماستر 2. موضوعنا هو كان يعني موضوع جد مهم جدا بالنسبه للمؤسسه العموميه، كون ان المؤسسه العموميه تعتبر اهم ركائز الاقتصاد او الاداره المحليه او بشتى مجالاتها. احنا يعني في موضوعنا هذا ارتئينا ان نختار موضوع هام وهام جدا والذي هو يعتبر القلب النابض للمؤسسه بمختلف انواعها وشتى مجالاتها. مثلا المؤسسه في تسييرها وفي هيكلتها وفي تعتمد على مجموعه من الانشطه الاتصاليه، وهذه الانشطه الاتصاليه تسيرها خليه او مصلحه او مكتب الذي يسمى مكتب الاعلام والاتصال. مكتب الاعلام والاتصال او مصلحه الاعلام والاتصال او مكتب العلاقات العامه، كل مؤسسه وتسميتها. لذلك اننا ارتئينا ان نناقش هذا الموضوع الذي يعتبر مهم ومهم جدا في سيروره وتطور وتنميه المؤسسات وخاصه العموميه منها. لاحظنا بان في بحوث الاعلام والاتصال انه لم يكن هناك دراسات كثيره، برغم ان كثير من الباحثين قاموا بدراسات في هذا المجال الا انهم لم يعطوا هذا الموضوع حقه نظرا لاهميته كونه مهم ومهم جدا. واضافه الى ذلك نشكر الشكر جزيل جدا للدكتور شفيق إيكوفان، استاذ محاضر اللي كنا تشرفنا ان درسنا عنده، كان ساعدنا كثيرا في اعداد هذه المذكره التي نتمنى ان تكون نقطه انطلاق لبحوث مقبله ان شاء الله في هذا المجال وفي هذه النقطه بالضبط. واعطيك حوصله على مذكرتنا والتي تناولت دور مكتب الاعلام والاتصال في المؤسسه في تحسين صوره المؤسسه العموميه. يعني احنا هذا العنوان لما نفصل لك فيه نجد بان مكتب الاعلام والاتصال يلعب دور كبير جدا في تحسين صوره المؤسسه العموميه بالنسبه للعملاء وهم مستخدمي هذه المؤسسات، سواء كانت اداريه او خدماتيه او اقتصاديه او تجاريه. يعني باختصار المكتب هذا لازم يكون عنده الدور الحقيقي الذي أنشئ من أجله، لأن الإدارة العلمية الحديثة أصبحت تعتمد كثيرا جدا على هذا المكتب أو المصلحة أو الخلية كما تسمى في كل مؤسسة، لأنها هي القلب النابض للمؤسسة، تقوم بتنظيم وتنشيط كل الأنشطة الاتصالية سواء داخل مؤسسة أو خارج مؤسسة، كونه يجب أن يكون مكتب ذات استقلالية بنسبة 100% عن بقية المصالح. يعني بطريقة أخرى أريد أن أقول لك بأن المكتب هذا يقوم بالمهام تاعو كما أنشئ من أجله علميا وأكاديميا، لا يتحكم فيه لا رئيس المصلحة ولا رئيس المؤسسة ولا إيديولوجية أي مؤسسات أو إلى غير ذلك. وكما تعلمون في دائما القطاع العام نلاحظ هناك نوع من التسيب يعني باش ما نجرحش او الاخر يجب ان يتحلون بالمسؤوليه الكامله يتحلون بالمسؤوليه كامله وبالروح العلميه التي تكونوا فيها خلال المعاهد والجامعات. يعني كل ما يدرس ويكونون فيه في الجامعات يجب ان يسقط على هذه المؤسسات خاصه العموميه التي هي تعتبر المقصد الأول للفرد أو المجتمع أو المواطن كما تسمى بشكل آخر. لذلك احنا قمنا بدراسة تحليلية ووصفية لعينة من المؤسسات العمومية والتي هي مستشفى محمد النذير، اللي كنا يعني نشكر شكر جزيل عمال وموظفي المستشفى اللي كانوا يساعدونا كثيرا في إنجاز هذه المذكرة من خلال حصولنا على معلومات شافية ووافية اللي خلتنا أن نخرج بنتائج هذا البحث. نتمنى تكون نتائج عامة يستخلصها الغير وتكون بدائل لتحسين المؤسسة العمومية إن شاء الله.
وشكرا جزيلا. القاسمي محمد السعيد سكرتير زيوزو.